ciao a tutti come sta طلاب الصف الثاني الثانوي، ازيكم عاملين ايه؟ ده الفيديو التاني لينا من سلسلة الكورس المكثف، المنهج كله في 3 حصص. النهارده بإذن ربنا هناخد الوحدة التانية. طيب في البداية كده عندنا شوية كلمات زي ما اتعودنا، هناخدها في الأول مقسمها لك الأفعال لوحدها ومقسم لك الأسماء لوحدها زي كل حاجة بالظبط. طيب عندي فعل اسبنداري ينفق، ده مهم جدا. كوتشيناري بريزنتاري يقدم، مهم جدا. وعندي عندي كيدري يسأل، ده اصلا بيجي عشان المواقف. كمان عندي بري باراري بمعنى يعد، الفعل ده مهم قوي، فعل يعد ده مهم جدا هتلاقيه كتير. برنساري تشيناري فاري كولاتسيوني يتناول الفطار. عندي الغداء والعشاء والفطار، الثلاثه دول برضو ايه مهمين، يبقى يعد ويتناول الغداء والعشاء والفطار، دول مهمين. عندي من الناحيه التانية فعل بصاري بمعنى يقضي، مهم قوي. ولافوراري بمعنى يعمل. الاسماء انومي المطبخ، طبعا قلنا ايه، قلت لك عشان ما تنساهاش افتكر الكوتشينه اسمها ايه بقى، كوتشينا يعني مطبخ، افتكر الكوتشينه على طول تيجي في دماغك، يبقى كوتشينا. بياتو طبق، مهم جدا، لا يخلو لازم يجي لك في الامتحان، لا يخلو امتحان من غير الكلمه دي، بياتو. طيب برودوتو سبيشاليتا ديلا ريجونا، يعني ايه سبيشاليتا ديلا ريجونا؟ طبق خاص بالاقليم. يعني ايه؟ يعني مثلا لما اقول لك كشري، الكشري ده معروف ان هو خاص بمين؟ بمصر، صح؟ طبق خاص بالاكله المصريه، اكله شعبيه خاصه ايه بالمنطقه، ده معناها يعني. اوكي. بروجيت مشروع. فردوره. باستو وجبه، مهمه الكلمه دي هتجيلك في الامتحان برضه. ريجوني اقليم. مومنتو لحظه. ايوتو مساعده. سكوادرا فريق. لافورو عمل. الترناتيفو معناها بديل. فروتا فاكهة. جرى مسابقة. كارتولينا بطاقة معايدة أو كارت. بيستول هي إيه؟ البيستول. طبعا كلمة بطاطس مقلية اسمها إيه؟ بطاطينا. فومو دخان. وصفة ريشيتا، عارف لما تروح للدكتور ويكتب لك حاجه كده، ورقه كده تروح بيها الصيدليه، اسمها ايه الورقه دي بقى؟ تقول له انا عايز اوصف ايه، عايز اصرف الروشيتا دي، صح؟ مع كلمه ريشيتا دي كلمه ايطاليه معناها ايه؟ وصفه. وانت بتقول له انا عايز الوصفه دي بس، الدكتور كتب لك على وصفه بس بتقولها بالايطالي. طيب اورجلوجيا ساعة يد. فاميليا العيله. كامبانيا الريف. بستيكا، مهمه الكلمه دي بستيكا. اصناف باقي الاكل بقى ايه؟ باقي الكلمات وبرده الصفات لوحدها. جوستو سليم. عندي كلمة برونتو جاهز، هتلاقيها في القطع بتيجي. تيبيكو تقليدي، الكلمة دي مهمة أوي خلي بالك منها. مفضل طبعا بالفريتو كيكة انت عارفها. ديفرتانتي ممتع. بص الكلمة دي اسمها ان ناموراتو، الناموراتو جاي من كلمة عاشق أو محب. طيب دول بقى مهمين. فوركيتا. كولتيلو سكينة. اسمها ايه؟ كوكيايو معلقة هنا. توفاليولو اللي هي فوط السفرة. بياتو طبق. بيكياري كوب. تاتسا اللي هي فنجان. بوتيليا اللي هي زجاجة. دي الكلمات بتاعتنا. طيب هناخد بعد كده الديالوج. احنا القطعة دي يعني الوحدة دي ما عندناش غير ديالوج واحد بس، فسهلة قوي وكلماتها برضو سهلة وحتى الجرامر بتاعها خفيف. طيب البروف بيقول كويستان، هذا العام abbiamo parlato، هنتكلم هذا العام اتكلمنا ديلا ريجوني ايطالياني. يعني ايه ديلا ريجوني ايطالياني؟ الأطبقة الخاصة بالدولة الإيطالية، أو معنى اللي عايز تقول حاجة خاصة بالإقليم الإيطالي، تمام. أديسو الآن ايفونوتو هنذهب أو ذهبنا بقى عشان جاي في الماضي، ذهبت إيه؟ المومنتو لحظة ديل فوسترو بروجيتو المشروعنا دي اللي هنعمله. سياتي برونتي انتوا جاهزين؟ فجوليا قالت له ايه؟ تبقى انت بروف كده بيعمل مفاعل، بس هنعمل ايه؟ فبروف قال لها ايه؟ هنطبخ ايه؟ كونتشياري هنطبخ بير لا فيستا ايه؟
دي فين في فنانو يعني ايه؟ فنانو معناها نهاية العام. يبقى احنا قالت له هنعمل ايه؟ قال لها هنطبخ في الحفلة بتاعت نهاية السنة، نهاية العام. فجوليا سمعت كلمة هيطبخ دي، قالت له ايه؟ كونشياري هنطبخ كيكوزا ازاي؟ فالبروف قال لها ايه؟ una specialette della regione di vostro padre او دي vostro madre. يعني ايه؟ هناكل الاكله الشعبيه او الاكله الخاصه بالاقليم ديت، تمام، بتاعه الاب ايه؟ الاب او الام، ابوكم او امكم. فقال له ايه؟ ما ايوكي نون سو كونشياري، انا اصلا ما بعرفش اطبخ. بصوا استطيع ايه؟ كيدري ان انا اسال مساعده امي ولا لا؟ ينفع اسال اخلي امي تساعدني؟ فقال له قال له ايه؟ اوبيو دوفيتي لابوراري. اصلا احنا هنعمل ايه؟ قال له يجب اصلا عشان نشتغل ان بيكولي جروب، يعني نشتغل في مجموعات صغيره. يبوكلي ايه؟ بيكولي جروب، مجموعات صغيره. ايه ان كولابراتسيوني معناها وهنتعاون كون اي فوستري جنتوري مع الوالدين. اصلا احنا هنتعاون مع ايه؟ الوالدين. يعني احنا هنعمل مجموعات صغيره وهنتعاون مع والدينا عشان نعرف نعمل ده. ايه اون لافورو دي سكوادر، هنشتغل كلنا ايه؟ في فرقه. اوكي. فباولو قال له ايه؟ شو ايه؟ بمعنى. فالبروف قال له دومينكو ايه؟ انسيامي دوفيتي يجب ايه؟ ان احنا هنختار مع بعض، يجب ان احنا نختار مع بعض. ايه قلنا ايه؟ انتي باستو اون بريمو ايه؟ سكوندو، هنختار الطبق الاولاني ولا التاني. كونشيناري وهنطبخ ايموي ايه؟ بورتاري يفوسي بياتي ان كلاسي، وبعد كده هنوزع اللي احنا طبخناه ده على كل الفصول ايه؟ اللي في المدرسه. alla fine في النهايه ogni جروبو كل مجموعه بو تستطيع برزنتاري انها تقدم السو بياتو طبقها اي استجاري توتي لي التري للاخرين، للكل والاخرين. التري جاي بمعنى الاخرين. طيب دينو مينو مالي كويس شويه، مش كويس يعني مالي تيجي بمعنى سيء صح، بس مينو قبلها يبقى مش كويس يعني مش وحش قوي. بركي ليه؟ a me le specialità della regione dei miei non piacciono tanto. يعني ايه؟ يعني عشان الطبق الاقليمي ده دي بتاع ايه؟ والديني نون بياتشو ما بيعجبنيش اكتر. بروف قال لكم كوي على اي حال ابيتي اون التريفيتا الترين اتيفا الترناتيفا بريباري ايه؟ يجب ان انت تجهز البياتو بالفريتو دي كوالكي ايه؟ كانتاري اوتوري. يعني ايه؟ ممكن تستطيع ان انت تجهز الطبق المفضل. قال له الطبق المفضل بتاعي انا اللي هو بتاع ايه؟ المغنيين وايه؟ والممثلين. فلسه قالت له ايه؟ ما ولكن allora اذا كوزي فابيني رابيني يعني كويس. لا ميا كانتانتي مغنية المفضل مانجا بياكل سولو فروتا يعني فروتا فاكهة فقط ايه برودة وخضروات، بياكل فاكهة وخضروات بس ما بياكلش حاجة تاني. فبروف قال لها داي هيا يا علي. علي يعني اختصار لكلمة أليسيا. بثانية دي جايب معنى يجب. ابريباري يجب ان تجهزي ايه؟ بياتي فيري اطبقة سليمة. يعني ايه طبق سليم؟ يعني طبق صحي. انيانتي مالكيش دعوة بالهمبرجر وايه؟ والبتانيا اللي هي بطاطس المقلية افريتا. اوكي، يعني المفروض انك تجهزي اطباق ايه؟ اكل صحي، مالكيش دعوة باكل اللي بره بمعنى صح. ده كان الديالوج بتاعت الوحدة الأولى. تعال نحل الوحدة الثانية قصدي عفوا. تعال كده نحل عليها قطعة. عندك القطعة دي بيقول لك الشباب يكونوا في الفصل مع البروفيسوريستا. هنا جاي البروفيسوريستا مؤنث بتسألهم عن الطبخ اللي هيجهزوه في الحفلة بتاعت نهاية العام. لورو ديفانو هم يجب أن يعدوا أو يجهزوا أونا سبيشاليتي حاجة طبق خاص بالإقليم دي جنتوري بتاع والديهم. ايه بريباري ويجهزوا الطبق المفضل دي كوالكي ايه كانتانتي بتاع المغنيين والممثلين المشهورين. لورو ديفانو هم يجب لافوراري ان يعملوا ان بيكولي جروبي في مجموعات صغيرة بركي اي اونا بروفا لافورو لانهم يكونوا اشتغالين في فرقة. اونلي جروبو كل مجموعة هتعمل ايه بقى؟ ديفي يجب ان تعد او تجهز اطبقة ايه؟ فيري سليمة وتبعد عن الهمبرجر وايه؟ والباتاتينا. فريتا كوزي بمعنى يجب ان تختار ترا انا ايه؟ انتي باستو اون بريمو ايه؟ سيكاندو الطبق الاولاني ولا التاني. ما ولكن الشباب بوسانو يعني ايه؟ يعني ايه بوسانو؟ يستطيعون ان يسألوا
مساعدة والديهم. وفي النهاية قال في النهاية كل مجموعة تستطيع أن تقدم لسوا بياتا، يعني لسوا بياتو طبقها وايه السجاري توتي لي التري لكل ايه الموجودين. توتي ragazzi كل الشباب يريدون ايه ان يبداوا ايه سوبيتو. ده كان القطعه بتاعتنا. تعال نشوف الاسئله اللي عليها. السؤال الاولاني بيقول لك ايه؟ كوزا نون دي فانو، ما الشيء اللي يجب لا يجب ان يطبخوه الشباب. قال لك ابعد عن الهمبرجر وايه هتلاقيها موجوده. ايه هي بقى الشيء اللي المفروض يبعدوا عنه؟ اهي الهمبرجر وايه الباتينا فريتا، ده الشيء الذي لا يجب ان هم يطبخوه. السؤال الثاني بيقول لك كومي دي فانو لابوراري، كيف يجب ان يعملوا في مجموعات صغيره، يبقى ان بيكولي جروبي. سؤال 3 بير كوالي فيستا اي راجاتسي دي فانو كونشياري، يعني ايه؟ ايه الحفله اللي اصلا ان هم بيطبخوا لها حفله نهايه العام؟ بير لا فيستا ايه دي فانانو. تعال نشوف السؤال اللي بعد كده الاخير. يقول لك ايه؟ كوزا ديفي بريباري اون جروبو، يعني المفروض يعدوا ايه في كل مجموعه؟ كل مجموعه المفروض تعمل ايه؟ قال له تختار الطبق الاول ولا الثاني؟ تجهز كل مجموعه انت تختار الطبق الاولاني ولا الطبق الثاني. سؤال 5 اكيد منه الشباب يستطيع ان يسال المساعد. هنساعد مين؟ لما يطلبوا مساعده من حد يطلبوا مساعده منين؟ من جنتوري الوالدين. دي كانت القطعه اللي على الديالوج بتاعنا. واصلا الديالوج ده سهل والقطعه دي سهله جدا ما فيهاش كتير، بس ركز في الحاجات البسيطه اللي انا قلت عليها في الاول دي، وبعد كده اقرا الديالوج تاني معايا واحل القطعه الاول وارجع حلها معايا، هتلاقي الموضوع ماشي معاك كويس قوي. طيب ده كان بالنسبه للقطع. دي قطعه من كتاب النوفو احنا حليناها قبل كده. اوكي دي احنا حليناها قبل كده. القطعه دي كانت سهله ما فيهاش اي حاجه. تعال نحلها تاني مفيش مشكله. اوجي ان كلاسي، اليوم في الفصل البروفيسور اسبيجاتو شرح للشباب الذين يجب ان يطبخوا ايه حفله نهايه العام. لورو بوسانو يستطيعوا ان هم يعدوا ايه سبيشاليتي دي لارجوني، طبق خاص او طبق شعبي لو هتاخدها كلمه شعبي قشطه. دي لورو ايجنتوري بمساعده والديهم او طبق خاص لايه لوالديهم. ايه اول بياتو طبق المفضل بتاع الممثلين والمغنيين المشهورين. ايه اون لافورو دي سكوادرا، ايه اون لافورو دي سكوادرا يعني ايه هم يعملون في فرقه. ايه راجاتسي الشباب يجب ان يعملوا ايه البوكل جروبي في مجموعات صغيره. ايه انا ايه كولابراتسيوني بمعاونه او مساعده كون ايه لورو جنتوري بوالديهم. ايه راجاتسي الشباب نون بوسونو برباري ان يجب ان ايه يستطيعوا ان يجهزوا ايه ويعدوا ايه لا يجب حط لك نون اللي هم يبعدوا عن الهمبرجر وايه الباتينا فريتا. طيب ولكن يجب ان هم يجهزوا اطباق ايه سليمه. اوني كل مجموعه وكل جروب هو يستطيع ان يختار ايه اون انتيباستو اون بريمو إيه؟ الطبق الاولاني او الطبق الثاني. الله في النهايه راجاتسي الشباب بريزنتانو هيقدموا الاطباق بتاعتهم في فصل وسانو استجاري توتي لالتري بياتي ويقدموا للاخرين. راجاتسي سونو مولتو هم يكونوا ايه انتو ستاتي يعني متحمسين. ايفوليو ايه انسياري وهيبداوا يوم السبت. سوبيتو اللورو ايه بروجيتو دي لافور، ان هم هيبداوا ايه سوبيتو اللورو ايه بروجيتو ايه مشروعهم بتاع الشغل بتاعهم. طيب اول سؤال بيقول لك إن في هذا البروجيكت في هذا المشروع الشباب يجب ان هم يعملوا ايه؟ يعملوا همبرجر؟ قال لك لا دي الوحيده اصلا اللي ما تنفعش. يطبخوا اكل شعبي عايز على الوالدين، ولا مساعدة يطلبوا مساعدة الوالدين في الطبخ، ولا ان هم ايه اسجاري بياتي فيري. اللي موجودة فوق ان هو ايه سبيشاليتي دي. كومي ديفونو كيمو ديفونو كيف يجب ان يعملوا الشباب في هذا المشروع في مجموعات ايه صغيرة. ان جروبي ان بيكولي جروبي ان بيكولي جراندي دي ما تنفعش. طب 3 إيراجاتسي الشباب بيقضوا ايه يطلبوا مساعدة من منين من الوالدين جنتوري. طيب اللي بعدها الشباب يجب ان يقدموا ايه الاطبقة في حفلة نهاية العام. شبيهة للقطعة اللي احنا علمناها بالظبط. فلو حليت الاولانية بس كفاية عليك اصلا. بس تمام يعني تكرار حلو برضه. طيب
الدرس الجراماتيكا بتاع الوحده ديت بيتكلم عن درس صفات الملكيه البوسيسيفي. درس البوسيسيفي ده درس لذيذ قوي، وتعالى نفهمه مع بعض، ومن خلال فهمنا ليه نحل عليه، او بمعنى صح 10 دقايق بالظبط، وتبقى ضمنت الدرس ده والدنيا لذيذه معاك. درس صفات الملكيه. هو ايه درس صفات الملكيه في العربي؟ لو انا عايز اقول ألمي، ألمك، ألمه، ألمها، ألمنا، ألمكم، ألمهم، هو ده الملكية. شفت الضمير الأخير ده؟ ألمي، ايه الملكية دي؟ هو ده درس صفات الملكية. حلو جدا. انت قلت لي ان هو بيتصرف ايه؟ ألمي، ألمك، يعني بيتصرف مع الضماير. نكتبهم. الضماير عندي اللي هي ايه؟ ايو وتو ولوي ولي ونوي وفوي ولورو. طيب ده كانت الضماير، صح؟ صح. طيب القلم ده ممكن اسمه ايه بالايطالي؟ لا بينا، مفرد مؤنث، صح؟ طب لو كتاب مفرد مذكر، اذا يعني ممكن الشيء المملوك نفسه يبقى مفرد مذكر او مفرد مؤنث. ممكن اقلام جمع مؤنث، او ممكن كتب جمع مذكر. يعني الشيء المملوك ممكن يكون مفرد مذكر او مفرد مؤنث او جمع مذكر او جمع مؤنث. جميل جدا، حلو الكلام ده. طيب قال لك لو الشكل، لو مع المفرد المذكر، لو شيء المملوك نفسه مفرد مذكر، الضمير ده بيبقى شكله ازاي مع الضمائر؟ قال لك مع ايه اسمه ميو. اسمه ايه؟ ميو. تعال ناخده مع المفرد المذكر الاول. ميو. طب تو تبقى تو، زود لها او يعني. طب لو وليه تبقى سو، يبقى ميو تو سو. هنا نوي اولها اني تبقى زيها ايه؟ نوستري. اولها في تبقى زيها فوستري. لورو تبقى لورو، بس حط لها اداه تعريف تبقى ال لورو. ميو تو سو نوستري نوستري نوسترو فوسترو. دي انا نسيتها. نوسترو فوسترو اللورو. يبقى ميو تو سو نوسترو فوسترو اللورو. ميو تو سو نوسترو فوسترو اللورو. طب في المفرد المؤنث عادي هنشيل الاو ونخليها يبقى ميا. هنا توا، هنا سوا، هنا نوسترا، هنا فوسترا، هنا لا لورو. يبقى ميا توا سوا نوسترا فوسترا لا لورو. لورو بتفضل زي ما هي، بس انا بغير الاداء. تمام. طب الجمع المذكر، تمام، هشيل الاو برضو واخليها اي، تبقى مي. واجي هنا اشيل الاو واخليها اي. قال لك 2 اي ورا بعض ما ينفعش، امال هنعمل ايه؟ قال لك نحط الاي تفصل ما بينها، تبقى اسمها ايه؟ مياي. اسمها مياي. تيجي عند اللي بعدها قال لك ايه؟ برضو الاي مع الاو ما تنفعش، فهتحطها تو زي ما هي، بس هتزود لها الاي. يعني هتحط بتاعت المفرد المذكر بس هتزود الاي، مش هتشيل حاجه. وهنا اللي يحصل مع تو تحصل مع سبوي، نفس الفكره. هنا نرجع بقى نشيل الاو نخليها اي، يبقى نوستري فوستري اي لورو. خلاص احنا اتفقنا من غير الاداه بس اي لورو. طب الجمع المؤنث هنشيل الاو ونخليها ايه؟ يبقى ميه توي سوي نوستري فوستري لي لورو. ده كده كان ايه؟ الضمائر او صفات الملكيه. نتكلم في حته الضمائر والصفات دي في الاخر. طيب ده كده كان درس صفات الملكيه، حفظناه. المفرد المذكر ميو تو سو نوسترو فوسترو اللورو.
مفرد ومؤنث، قال لك لو حفظت المذكر خلاص حفظت المؤنث، ليه؟ بشيل الاو خليها فتبقى ميا توا سوا نوسترا فوسترا لا لورو. جمع المذكر قال لك ايه؟ ما ينفعش نحط الاثنين اي ورا بعض، فحطيت الايه تفصل ما بينهم، يبقى مياي توي سوي نوستري فوستري اي لورو. جمع المؤنث مياي توي سوي نوستري فوستري لي لورو. بس كده، دول صفات الملكيه. تمام، انا عرفت انت قلت عليه ده كويس جدا، جميل جدا. بس دول بيتحطوا فين في الجمله؟ يعني في العربي بيتحط لك في الاخر، دول بيتحطوا فين في الجمله؟ عشان نجاوب على السؤال ده انا بحب اعمل بطريقه ثانيه، اعملها بطريقه ثانيه. ايه هي؟ هو السؤال بيجي لي ازاي ومنها نطلع احنا بنشتغل ازاي. يعني احنا تعالى نشوف الاول احنا بنحل ازاي، اوكي، ومنها نكمل شرح بقى الدرس. لو انا جالي نقط وطلب صفات ملكيه، جالي نقط وطلب صفات ملكيه، نتصرف ازاي؟ قال لك هنعمل كالاتي، هنبص قبل النقاط. انا جالي نقط اهي ولقيت اختيارات صفات ملكيه، جالي نقط ولقيت اختيارات صفات ملكيه، هتبص قبل النقاط. هبص قبل النقاط على ايه؟ على الفعل او الفاعل، مش تفرق، عشان اجيب الضمير. تعرف تجيب الضمير؟ طبعا. فعل عندك متصرف، يقول لك مثلا فاضو، ده متصرف مع ايه؟ يبقى الضمير ايه؟ الضمائر اللي كانت مكتوبه هنا، اوكي. جبت الضمير، جبت الضمير، محتاج اعرف ايه؟ هي مفرد مذكر ولا مفرد مؤنث ولا جمع مذكر ولا جمع مؤنث؟ اعرفها ازاي؟ قال لك هتبص بعد النقاط مباشره على الشيء المملوك، هو غالبا بيبقى بعد النقاط، مش دايما بس غالبا، اوكي. لو ده مفرد ولا جمع ومذكر ولا مؤنث واختار معاه، شكرا. يبقى انا جالي جمله صفات ملكيه، بعمل ايه؟ ببص قبل النقاط على ايه؟ على الفعل او الفاعل، اجيب الضمير. جبت الضمير، محتاج اعرف هي مفرد مذكر ولا مفرد مؤنث وجمع مذكر ولا جمع مؤنث، اعمل ايه؟ قال لك هتبص بعد النقاط مباشره، غالبا بتبقى بعد النقاط مباشره، وده مفرد مذكر ولا مفرد مؤنث ولا جمع مذكر ولا جمع مؤنث، واختار معاه، شكرا. بس خلي بالك، خلي بالك من ايه بقى؟ من كام نقطه كده مهمه. قال لك ان صفات الملكيه ما ينفعش تختارها لوحدها، امال لازم تسبق كلها تسبق بأداة تعريف. يعني ما ينفعش اكتب ميو، لا لازم ميو، لا مية، سو، لا سوا، اي، وهكذا، لازم تسبق بأداة تعريف. ما عدا ايه؟ ما عدا ايه بقى؟ اذا كان المملوك اللي هو ده فرد من افراد العائله المفرد، فرد من افراد العيله المفرد، يحصل ايه؟ ما تحطش اداه تعريف. يبقى انت ما تحطش اداه تعريف لو كان المملوك فرد من افراد العيله المفرد. طيب لو فرد اي حاجه ثانيه غير افراد العيله المفرد، حط اداه عادي. تمام، يبقى انا كده محتاج اعرف ايه هي افراد العيله المفرد، صح؟ صح، بس نأجلها لما ناخد 3 بس. ايه هي رقم 3؟ رقم 3 بيقول لك مع لورو دائما نضع أداة حتى مع أفراد العيلة المفرد، حتى مع أفراد العيلة المفرد. أنت بتذاكر وبتسمع المحاضرة اكتب ال3 دول قدامك. يبقى أول حاجة لازم تسبق بأداة تعريف مع كله، بس قال لك لو فرد من أفراد العيلة المفرد، لو المملوك فرد من أفراد العيلة المفرد ما بحطش أداة، بس مع لورو دايما بضع أداة حتى مع أفراد العيلة المفرد. خلص الدرس، أو بمعنى أصح 90% من الدرس كده خلص بالسهولة دي. تعال نراجعه كده مع بعض تاني. دول كده ميو تو سو نوسترو فوسترو اللورو مع المفرد المذكر، مفرد مؤنث ميا توا سوا نوسترا فوسترا لورو، جمع المذكر ميي توي سوي نوستري فوستري لورو، جمع المؤنث ميي توي سوي نوستري فوستري لورو. بعد كده قلت لك ايه؟ كل ضمائر الملكيه يجب ان تاخذ قبلها اداه تعريف، ما عدا اذا كان المملوك فرد من افراد العيله المفرد، لا نضع اداه تعريف لصفه الملكيه. بس لو فرد عيله جمع لا نحط اداه عادي، اللي انا قلت مفرد بس. طب ومع لورو دائما نضع أداة تعريف حتى مع أفراد العيلة المفرد. محتاجين نتعرف على أفراد العيلة المفرد، هو الجدول الجميل اللي جاي ده. لا فاميليا، العيلة. ماريتو موليا
marito moglie padre e madre marito moglie padre e madre figlio figlia fratello sorella zio e zia cugino cugina nonno nonna nipote تاني marito moglie madre e madre marito moglie padre e madre marito moglie padre e madre figlio figlia fratello sorella تاني marito moglie padre e madre figlio figlia fratello sorella zio e zia cugino cugina nonno nonna nipote نبوته معناها حفيد او حفيده تنفع للاثنين دي افراد العيله المفرد لازم ابقى عارفهم جدا مش هعرف تحل اصلا من غيرهم فلازم تبقى حافظهم كويس جدا احفظهم معايا بالاغنيه دي ماريتو موليا بادري مادري فيليو فيليا فراتيلو سوريلا تسيو وتسيا كوتشينو كوتشين نونو نونا نيبوتي تاخدش وقت معاك اسمعها وكررها اكتر من مره اكتبهم شكرا حفظناهم بس لو جم في حاله الجمع لا انا قلت في المفرد بس ما احطش اداه لكن في الجمع دائما اي حاجه جمع احط اداه على طول على طول حلو جدا طيب بس خلي بالي من ايه قال لك هناك كلمات هي مش افراد عيله مفرد هي افراد عيله مدلله يعني ايه مدلله يعني دلع يعني لما اقول لك ماما ده دلع مش بادري مش معناها ام اوكي بس دول الدلع دول مالهم الدلع دول انا ما بعتبرهمش افراد عيله مفرد لما ماما بابا ماما مينو بابو سولينا الكلام ده كله دي افراد عيله دلع ما لهمش علاقه ايه بالقاعده بتاعتنا يعني دول ياخدوا اداه دول ياخدوا اداه لكن دول لا دول في المفرد ما ينفعش وصلت طب ايه هي افراد العيله المدلله اللي هم الجدول الجميل ده بس انا هقول لك على حاجه حلوه اصلا في مقطع اي كلمه تنتهي بالمقطع اللي اقول لك عليه ده تبقى مدلله تاخد اداه اي كلمه تنتهي بالمقطع اينو دي مدلله تاخد اداه زي فراتيلينو نيبوتينو سوريلينو نيبوتينا دول كلهم ايه مدللين ياخدوا اداه خلي بالك من كلمه ابن صغير دي هي فوق فيليو صح شفت فيليو اللي فوق دي اخرها ايو هنا زود عليها لو يبقى لو جبت لك فيل وزودت لو دي مدلله تاخد اداه لكن اللي اخرها ايو دي الوحيده ديت ايه دي الاصليه اللي هي ما بتاخدش اداه وصلت يبقى المدلله بيزود لها المقطع لو او لا بقى هي ايو برضه بس يزود لها لا زودت لها لو او لا دي مدلله تاخد اداه زودت لها لو او لا دي مدلله تاخد اداه في تشابه ما بين الاثنين كتير لان في حرفين بس اللي زياده فخلي بالك فيليو اخرها ايو لكن فيليو لو زودت لها لو او زودت لها لا ابنه برضو الاثنين دول مدللين ياخدوا اداه غير كده اي كلمه تنتهي باينو تبقى مدلله تاخد اداه ماما مينو نيبوتينو فراتيلينو اي حاجه بقى من الحاجات دي اخرها اينو دي مدلله تاخد اداه بس كده طيب اخر حته في الدرس ويبقى خلصنا الدرس وخلصنا الجرامر الواحده كمان الفرق ما بين الصفه والضمير يعني ايه الفرق ما بين الصفه والضمير الفرق ما بين الصفه والضمير اساسا تعالى في العربي بقى تعالى في العربي كده عشان نفهم الدنيا مع بعض في اللغه العربيه يقول لك ايه الفرق ما بين الصفه والضمير اولا كلمه فرق كتير بيفهموها غلط يعني حاجه موجوده هنا ما ينفعش تبقى موجوده هنا ده فرق اوكي ده فرق مش شرط يبقى الحاجه مشتركه لا انا عايز حاجه هنا تنفع هنا ومش ما تنفعش هنا زي ايه زي ان الصفه تقبل الالف واللام او لا تقبل الصفه تقبل الالف واللام او لا تقبل يعني ينفع احط قبلها اداه تعريف او ما ينفعش احط عادي لكن الضمير هل الضمير ينفع يتحط له الف ولام ينفع اقول ال هو ال هي يعني ما ينفعش الكلام ده هو هي لكن ما ينفعش ال هو ال هي مفيش حاجه اسمها كده اذا الضمير لا يقبل الالف واللام ده اول فرق يبقى نقوله تاني اول فرق الصفه تقبل الالف واللام او لا تقبل يعني ينفع احط لها اداه تعريف او ما احطش لكن الضمير ما ينفعش احط له الف ولام ما ينفعش اقول ال هو ال هي طيب جميل جدا الفرق الثاني ده قلناه الفرق الثاني قال لك الفرق الثاني ان الصفه عشان اقدر اقول ان دي صفه واشاور عليها واقول ان دي صفه لازم يبقى ليها موصوف صح ولا مش صح يبقى لازم عشان اقول ان دي صفه واشاور عليها واقول دي صفه لازم ليها موصوف عمرك ما شفت صفه من غير موصوف ما ينفعش لازم في موصوف او مملوك بقى عشان واحد بيتكلم عن الملكيه طيب لكن هل الضمير يحتاج الى موصوف لا مش محتاج موصوف هو ايه الملكيه في كده ملوش علاقه اصلا صح طيب يبقى الفرق ما بين الاثنين لو انا قلت لك questo è il tuo libro questo è il tuo libro هو ده كتابك
هترد عليا تقول لي ايه؟ ايوه كتابي. سي ايه؟ الميو ليبرو. تو في السؤال بتحول ايه في ايه في الاجابه، فتو تتحول الميو، خدناها قبل كده. طيب ليه حطيتها باداه؟ عشان ليبرو. ليبرو ده ايه؟ قال لك ده الموصوف، ده المملوك، فانت ذكرت موصوف، ذكرت المملوك، يبقى هتحط صفه ولا ضمير؟ احط صفه، صح؟ فايه الميو لازم تحط باداه ادام ده فرد مش من افراد العيله المفرد. يبقى امتى احط دي بدون اداه وراها كلمه؟ تتحط من غير اداه لو ده فرد من افراد العيله المفرد. طب تعال لك ايه؟ تعال ناخد الثانيه كده وبعد كده نلخصها في الاخر في ثانيه كده نعرف هنحل ازاي. يقول لك كويستو ايه التو ليبرو، هو ده كتابك؟ قلت لك ايوه بتاعي. ذكرت كلمه كتاب؟ لا. ذكرت الموصوف؟ لا. ذكرت ملكيه ولا لا. يبقى انت ايه؟ ايوه بتاعي، ده كده حطيت ضمير. فهل الضمير ينفع يتحط باداه تعريف؟ ينفع اقول قال هو قال هي؟ لا ما ينفعش، يبقى احطه من غير اداه. شكرا. تعالى بقى نلخصها. جالك جمله ولقيت نقط، كلمه وراها تحط اداه، الا لو الكلمه دي فرد من افراد العيله المفرد. طب نقط ومفيش حاجه وراها، تحط ضمير من غير اداه. شكرا، خلص الدرس. تاني، جالي نقط وراها كلمه، احط اداه، غير لو الكلمه ديت فرد من افراد العيله المفرد. طيب غير كده جالك نقط وبعد النقط ايه؟ فاضي مفيش حاجه، يبقى تحط ضمير. وينفع الضمير يتحط باداه؟ لا، يبقى بدون اداه. شكرا، خلص الدرس، خلص الجرامر بتاع الوحده. تعالى نحل. اول جمله بيقول لك ايه؟ باولو فا سكولا كون نقط اميكو. اميكو دي مفرد مذكر صح؟ فرد من افراد العيله المفرد؟ لا، يبقى لازم تيجي باداه، يبقى السو. بص السهوله، درس خفيف اهو. زين، فرد من افراد العيله المفرد معناها عم او خاله. طيب يبقى بدون اداه. طيب بدون اداه، عندي دي بدون اداه، يبقى هي الاجابه. شوف الدرس جاي ازاي، الاسئله بتيجي ازاي. بابا دي فرد ايه من افراد العيله المفرد؟ لا، دي مدلله تاخد اداه، يبقى لازم اختارها باداه، يبقى ال نوستو. درس خفيف اهو. شوف الجمله اللي بعدها، ليبري. ليبري اخرها ايه؟ دي جمع مذكر. جمع مذكر تيجي باداه طبعا، ده اي حاجه جمع لازم تيجي باداه، اي حاجه جمع، اي حاجه جمع فلازم تيجي باداه. عندي دي ايه ودي ايه ودي إيه؟ لا كده الموضوع مأزق بقى، الثلاثه ينفعوا. قال لك اللي يفصل ما بين الموضوع ان احنا نبص قبل النقاط على الفاعل. لقيت راجاتسي كوما تبقى فوي. يا فوي ايه انت بتاخد ايه؟ قال لك فوستري. ايه فوستري؟ شكرا، خلص الدرس. موليا فرد من افراد العلم مفرد يعني بدون اداه. دي مفرد مؤنث مفرد مؤنث تبقى سو ولا 100؟ ارجع برضو لقيت فادو تبقى متصرفه مع ايه؟ تبقى 100. تعال نشوف باقي الاسئله. تيا فرد من افراد العلم مفرد يبقى بدون اداه. ينفع لورو تيجي بدون اداه؟ حتى مع افراد العلم مفرد لازم تيجي باداه، يبقى لورو لوحدها ما تنفعش كده كده. وده مفرد مؤنث تبقى لا لورو. شوف جمالك ازاي. طب هنا بروفيسوري. بروفيسوري جمع مذكر. جمع مذكر يبقى اختار ايه؟ اي. ما عنديش غير دي اصلا. هنا التو بتنزل الميم كده كده عشان في كلمه. هنا النصر بتنزل الفوسترو. احفظها، التو بتنزل الميو، الفوسترو بتنزل النصر. السؤال اللي بعدها رقم 10. كوتشينو فرد اسم مفرد صح؟ اسم مفرد فرد من افراد العلم مفرد يبقى لازم تيجي بدون اداه. لقيت كلهم باداه. ايه اللي بيجي باداه مع افراد العلم مفرد؟ لورو. يبقى ايه اللورو؟ انت جايبها لك ازاي؟ هنا سوريلا فرد من افراد العيله المفرد يبقى لازم بدون اداه. بدون اداه تو بتنزل ايه؟ 100. شكرا. فيل يولو دي اللي اخرها لو، يبقى دي المدلله تيجي باداه. ادام بتيجي باداه يبقى اختار ايه؟ السو ولا التو؟ ارجع لقيت باولو كوما تاخد تو، يبقى تو. الجمله اللي بعدها ليبرو. ليبرو مفرد مذكر تاخد اداه، يبقى دي ولا دي؟ قال لك التو بتنزل الميو. التو بتنزل الميو. لا خلي بالك، خلي بالك من ايه؟ قال لك نقط ومفيش كلمه وراها، اذا كده هنا هحط ايه؟ ضمير. والضمير ينفع يتحط باداه؟ لا، ما ينفعش اقول قال هو قال هي، فاختارها ايه؟ ميو. شوف بتيجي ازاي، خلي بالك. اميكو مفرد مذكر مفرد مذكر، يبقى ميو.
سرولينا مدلله تاخد اداه اينا، اخرها اي كلمه تنتهي باين ومفرد مذكر اي مدلله تاخد اداه، يبقى لا سوى. بس هو حط لك الله، احنا بنتخدع بالحاجات البسيطه دي، هو يحط لك الله نفسها، تبقى هنا ايه سوى. ميا وسوى تنفع، بس هنا عشان كارلا تبقى ايه سوى. طيب الجمله اللي بعدها سوريلي جمع مؤنث، جمع مؤنث حط اداه جمع مؤنث ايه دي ينفعوا. ارجع كده هنا اهوت لقيت اراجاتسي تبقى لورو، لورو بتاخد لورو يبقى ليه لورو. الجمله اللي بعدها فراتيلي، فراتيلي جمع مذكر يبقى ايه، عندي دي ودي ينفعوا. طيب باولو كوما تبقى تو، يا تو انت تختار ايه تو. كاني مفرد مذكر شاذ، مفرد مذكر، مفرد مذكر يبقى ال، عندي كام واحده ال، ادي واحده الثانيه الثالثه. بص بقى لما يجيب لك بروفيسوريسا هتقول لي دي ودي ينفعوا صح؟ دي كده كده لا، لان البروفيسوريسا قلنا ايه في وجود مهنه او لقب صيغه الاحترام بتاعت ليه الكابيتالي، ال كابيتال يعني لازم اختار ليه بتعمل سو. بس يا ترى سو دي ولا سو دي؟ بص بقى في صيغه الاحترام ليه الكابيتال بيبقى اول حرف كابيتال، لما يجيب لك اتنين واحده سمول واحده كابيتال بتختار ايه الكابيتال، يبقى ايه السو هي الادق. ما تجيش في الامتحان تقول لك في اجابتين صح، لا خلي بالك هو يقصد ايه، دي اس صغننه صح، الصغننه دي ما تنفعش ادام في واحده كبيره يبقى هي. طب لو ما فيش ديت يبقى دي تنفع عادي، لكن لو جاب لك الاثنين اختار الكبيره، لما يجيب لك الاثنين اختار الكبيره مع ايه، مع صيغه الاحترام. صعبه دي لذيذه. لورا باوزيني المغنيه المشهوره. طب كانزوني مفرد مؤنث، كانزوني مفرد مؤنث اختار ايه، لا عندي دي وعندي دي اختار ايه، قال لك لورا باوزيني تتعامل معامله لوي ولي الاغنيه المشهوره تبقى لها صوره. السؤال اللي بعده كوتجينا مفرد مؤنث محتاج اداه يبقى لها لورو، حلل شبهها فوق. جمله 22 الجمله دي حلوه، رجاله مفرد مذكر تاخد ايه اداه يبقى ايه، عندك غير دي لا يبقى هي. بص الموضوع سهل ازاي، جمله طويله وفي الاخر الموضوع سهل. طيب هنا بروبليمي جمع مذكر، جمع مذكر يبقى اختار ايه دي ولا دي، قال لك دول بيتعاملوا معامله لورو يبقى ايه لورو، عنه حتى معروف انها مع لورو حافظينها من زمان. هنا مقطع ايه التصغير يبقى لازم باداه، لازم باداه دي مؤنث تبقى لها 100. الجمله اللي بعد كده باولو تورنا دال تروفاري كون نوع سورلينا، سورلينا سورلينا ديت مدلله تاخد اداه يبقى لا، عندي غير دي لا يبقى هي. هنا بروجيت مفرد مذكر تبقى بتاخد اداه يبقى ال، عندي غير دي لا عندي دي ودي بس رجعت كوما الفوسترو. فراتيلي جمع مذكر يبقى ميه. شولاري مفرد مذكر يبقى تو يبقى ال تو. صعب الموضوع ده كده، كان الجراماتيكا بتاعت الوحده الثانيه موضوعها سهل قوي. تعالى ناخد دلوقتي ايه المواقف. بص بقى المواقف بتاعت الوحده الثانيه دي قليله قوي ولذيذه بصراحه. لما اقول لك ايه كواندو، طبعا احنا عارفين في المواقف ان احنا بيجي لنا 5 اختيارات بنختار 2، احنا عارفين المعلومه زي دي. كواندو معناها عندما، عندما سونو اكون اتافلو على ترابيزه ومائده، اكازا في البيت او في المطعم بقول ايه، هقول بونا ابيتيتو بالهنا والشفا. ما تكون قاعد على ترابيزه اكل فتقول ايه بالهنا والشفا، ده طبيعي الناس اللي بتقول كده. او اقول الاكل جميل، لو جالك الاكل جميل برضو بنختارها. او تسلم ايدك يا ماما مثلا اللي هي اللي عامله الاكل، هنشوف الكلام ده في الاسئله. طيب رقم 2 و3 ليهم علاقه ببعض. بوسيسو معناها ملكيه. لما يجي لك كلمه بوسيسو ديت هتعمل حاجتين. اول خطوه ان انت عارف ان دي ملكيه، هترجع تبص على سبريم او كيلو، لقيتها سبريمو، سبريمو بمعنى اعبر، هتختار حاجه فيها ميو او تو او سو ملكيه بس اخرها نقطه. صعبه دي، يبقى لقيت
بوسيسو. لو نسيتها لسه بريمو هتختار حاجه فيها ميو او تو او سو او نوسترو او فوسترو، اي حاجه فيها ملكيه بس اخرها نقطه. ادي اول خطوه. ايه تاني؟ او ممكن تلاقي يقول لك ايه المنزل بتاع فلان. طب كلمه بتاع معناها ايه؟ حرف الجر دي. يقول لك مثلا البيت بتاع اليسيا، كلمتين ما بينهم حرف الجر دي، ده يبقى ده ايه؟ ملكيه. لكن لو كانت كيدو فهتختار برضو تو او سو او حاجات دي بس اخرها علامه استفهام. وهتختار ايه تاني؟ اجري على ديكي، ما تفكرش. لقيت بوسيو وقبلها كيدو اختارها ايه؟ ديكي. ديكي معناها لمن؟ ملكيه بس في حاله ايه؟ السؤال. صعبه؟ تاني. يبقى لقيت كلمه ايه؟ بوسيو معناها ملكيه، هتبص على سبريمو، لقيت سبريمو تختار ميو او تو او سو او نصر او هيوصر اي حاجه ملكيه بس اخرها نقطه. الاختيار التاني هتبقى مكان بتاع فلان او حاجه بتاعت فلان، فبينهم كلمتين ما بينهم حرف الجر دي. لو لقيتها كيدو يبقى دي كي وتو او سو بس اخرها علامه استفهام. شكرا، خلصت. اخر موقف في الوحده. ده المواقف كده خلصت. المواقف دي لذيذه اساسا. قال لك ايه؟ لا ميا فاميليا عيلتي، هقول لك عيلتي تكون كبيره، صغيره، موحده، متحده يعني، مكونه من 4 اشخاص وهكذا. يبقى انا بعمل ايه؟ بتكلم، يبقى بارلو عن العيله او بوصف العيله. يجي لك الاختيارين بارلو دلا فاميليا، اسكريفو لا فاميليا. شكرا، خلصت. دي المواقف. دي مواقف الوحده الثانيه لذيذه قوي، ما فيهاش اصلا. تعال نحل عليها شويه اسئله عشان اعرفك قد ايه ان هي سهله. يقول لك ايه؟ بصير ملكيه، بصيت لقيت كيدو، اجري على ديكي، هجي لك اول واحده اهي، يبقى هي الاجابه. محتاج واحده معاها، يبقى اختار تو او 100 او الحاجات دي بس فيها علامه استفهام. عندك غير دي؟ لا، يبقى هي. قريت حاجه ترجمت حاجه؟ مفيش. موضوع سهل. بيقول لك بتكلم عن العيله. بتكلم عن العيله، عندي 2 اخوات. عندي 2 ايه؟ لا دي غلط. عندي ايه؟ اخت. انا مش شايف بس شويه. عندي ايه؟ اخت. 3. بعبر عن ملكيه. بعبر تو 100 بس اخرها نقطه. ماشي، فين؟ اهو لا 100 واخرها مكن، ادي واحده. الثانيه عايز اختار واحده ثانيه اللي فيه علامه استفهام ما تبصش عليها اصلا. هنا في 100 في الموضوع، في 100 في الموضوع، بس يا ترى دي تنفع ولا دي؟ يقول لك ايه؟ اذهب الى المدرسه بعربيتي، ولا ايوه ايميا كويستا ايه ماكينه، هي تكون عربيتي. هذه ايه؟ تكون عربيتي. يا ترى اختار دي ولا اختار دي؟ هي كويستا ايه لو هي دي عربيتي تمام، لكن انا بذهب لا، ما تذهب ولا ما تذهبش، انا مالي. فالموضوع ادق ايه؟ رقم دي. لكن دي اللي فيها سؤال تاني، لكن دي الادق يعني. 4. لا فاميليا ايه بيكولا ايه فيليتشي. العيله تكون العيله يبقى اوصف العيله، يدسكريب لا فاميليا. لقيت كلمه عيله يبقى على طول بتكلم عن العيله. بص الموضوع سهل ازاي. 5. بسال عن ملكيه، يبقى ديكي، اجري على ديكي على طول اهي. ماشي. ايه تاني؟ محتاج 2 طبعا، اللي ما فيهمش علامه استفهام مطنش لهم. اهي تو اهي. بص الموضوع سهل ازاي. طب انا موجود على الترابيزه مع العيله، هقول ايه؟ بالهنا والشفا. ايه تاني ينفع؟ هذا الطبق يكون ايه؟ جميل جدا. يقول لك يبقى تسلم ايدك على الاكل او حاجه زي كده. طيب انا عندي 2 اخوات واخ، 2 بنات، اختين يعني واخ، يبقى انا كده بتكلم عن العيله، يبقى ديسكريب لا فاميليا وبارلو دا فاميليا. الموقف اللي بعد كده رقم 8. قال لك بعبر عن ملكيه. بعبر يبقى اختار ايه؟ دي واحده، محتاج واحده تانية، اختار بتاعت نصري. هما الاثنين واضحين اصلا. طب تعالى نشوف اسئله تانية. عندما اكل في المطعم، باكل في المطعم، هقول ايه؟ بالهنا والشفا. يبقى ايه؟ بالهنا والشفا للكل. ايه تاني؟ يعجبني الطبخ ايه؟ الايطالي. طب رقم 2 بقول بالهنا والشفا للكل امتى؟ لما اكون في المطعم، باكل في المطعم مع اصحابي وباكل على الترابيزه مع العيله. هنا عندما اكون على الترابيزه مع العيله بقول ايه؟ بالهنا والشفا. اكلك ايه؟ انت شاطره في الاكل يا ماما. هما الاثنين دول. الموقف اللي بعد كده، بس مواقف لذيذه ازاي تجيب منها درجات بالهوا يعني. لا فاميليا العيله تكون متحده وصغيره، ده كده بوصف العيله، يبقى ديسكريب لا فاميليا
ها ايه تاني؟ فين بارلا دي فاميليا اهي، دي لا فاميليا، دي اللي هي مية فاميليا اللي هي فاميليا عيله يعني. بوصف الملك بوصف الملك بعبر عن ملكيه، بعبر عن ملكيه اللي فيهم علامه استفهام مش شايفهم. تمام، يبقى ايه؟ في اهميه اختارها. محتاج واحده كمان، هذه الكتب تكون بتاعتك بتاعتي، بس جايه ملكيه امنيه. الموقف اللي بعد كده بيقول لك ايه بقى؟ الموقف اللي بعد كده، عندما باكل في المطعم مع اصحابي. باكل في المطعم بيبقى خلاص كده انا عرفت اختار ايه اهي، بالهنا والشفا. ايه تاني؟ يوم 14 فبراير. 14 فبراير دوت ربط ما بين الوحده الاولى والثانيه، في مواقف بتيجي كده، يبقى اقول ايه؟ فالنتاين. اقول لهم ايه؟ عيد فالنتاين سعيد. بس دي كانت مواقف الوحده الثانيه، سهله جدا ودرجاتها مضمونه. هي الوحده كلها خفيفه قوي. الايميل ده شرحناه المره اللي فاتت، لو ما يعني ما حدش ما سمعتوش اسمع المحاضره اللي فاتت وهتلاقيه شرحناه بالتفصيل. احنا بس اسئله جديده علينا. تعال نحل الايميل الاولاني ده مع بعض كده. يقول لك ايه؟ تشاو كيارا. احنا اول حاجه بنعملها تبديل الاسماء، فاقول تشاو سيلفيا، والكومه بتاعتها، واكتب تحت مين؟ كيارا. ادي اول خطوه. تاني خطوه ابتدي ارد على الاسئله. بيقول لك وانتي كام شخص؟ في العيله بتاعت اليسيا. هقول له ايه؟ العيله بتاعت اليسيا كام شخص تمتلك عيله ايه؟ اليسيا. هقول له ايه؟ لا فاميليا العيله دي اليسيا، بتاعت اليسيا. مالها بقى عيله اليسيا دي؟ تكون او تمتلك كام بقى؟ هقول له ايه؟ تري بيرسوني اهي. يبقى انا زودت رقم تري بس من عندي، تري بيرسوني، 3 اشخاص. ادي اول سؤال. تاني سؤال، كيلا فوري فا سوا بدري. ابوها شغال ايه؟ هقول له سوا بدري ابوها فا يعمل. ابوها شغال ايه؟ ميديكو مثلا، طبيب. صعبه. ادي الايميل الاولاني. الايميل التاني بيقول لك وانتي بياتي دوبيامو بريباري. كم طبق هتجهزوه هتعدوه، او كم طبق هتجهزوه؟ هقول له ايه؟ دوبيامو بريباري هنجهز 3 بياتي، 3 اطبقه. هنا كي من اللي هيساعدنا؟ هقول له ايوتو نوي بريباري كويستي بياتي ايه؟ ماما مثلا او مادري. طب تعال نشوف الايميل اللي بعد كده. يقول لك وانت ستودنتي ديفي افياري ان جروبي، يعني كم طالب هيكون في المجموعه؟ هقول له يجب ان يكون في كل مجموعه ايه؟ كواترو ستودنتي، 4 طلاب. اللي بعدها كواندو متى برنتيامو كويست بياتو. كنا قايلين لما تلاقي كلمه كواندو دي اشتري دماغك، وان اللي بعدها بقى مراعاه تصريف الفعل، وهنا جاي من غير نصرف ولا حاجه، يبقى برنتيامو كويست بياتو. بعد كده اكتب قال لي اوتو. خدت الدرجه. اعتقد الموضوع سهل. طبعا موضوع الايميل والتيمه احنا كده احنا في الاخر، في اخر الكورس بعد ما نخلص خالص هننزل في ليله الامتحان في السنتر، هناخد المنهج كله في ورقتين 2 بس، وان شاء الله يجي لك بالنص زي كل سنه. اوكي، يعني برضو كنوع من التخفيف عليكم، احنا شرحنا كل حاجه على اليوتيوب، وفي الاخر هنحط ايه؟ المنهج كله في ورقتين تنزل تاخدها في السنتر ليله الامتحان، وكلنا نقفل باذن ربنا. طب بالنسبه للتيمه، التيمة بيقول لك اكتب من 25 ل 30 كلمة مستخدمة المعطيات اللي معاك. اتكلم عن ايه؟ بيقول لك اوصف العيلة. عندك قطع عندي التيمة بتتكلم تجي لك تقول لك اتكلم عن العيلة. ديسكريف لا فاميليا، اتكلم عن العيلة من حيث الاشخاص بقى، ومن حيث عندك كام اخ وعن امورهم قد ايه وهكذا. فانا كاتب تيمية صغنونة كده حلوة. يقول لك ميكيامو دينو، اسمه دينو، لا ميا فاميليا عيلتي جراندي تكون كبيرة، وانا فراتيلو عندي اخ، وانا ايه سوريلا اخ واخت. ميو بادري ابويا اسمه باولو، ايفا الاركيتيتو شغال مهندس معماري. ميو مادري وامي اسمها ماريا وشغاله ايه؟ معلمه ايطالي. ميو فراتيلو واخويا اسمه ماريو، ميا سوريلا واختي اسمها ايه؟ كيارا. ميا مادري امي
بتحب ايه الطبخ، تطبخ الطبخ الايطالي، بتحب تطبخ الطبخ الايطالي. المي بياتو بريفريتو، طبق المفضل ايه، سونو لا باستا، يكون الباستا. تميز غنانه رايقه. طبعا انا ما بقولكش احفظ ودب، ما بحبش الطريقه دي، بس لو مش عارف تكتب موضوع، اصل احنا خلاص في اخر الترم، احفظ دي واكتبها لما يجي يكلمك عن العيله، وهتاخد الدرجه النهائيه. ده بالنسبه للوحده الثانيه في ثانيه ثانوي، جبنا فيها كل حاجه حرفيا، قد ايه هي مبسطه وسهله ودرجاتها مضمونه. اوكي، المره اللي جايه ان شاء الله هناخد الوحده الثالثه وتبقى الاخيره بالنسبه لنا، الكورس كده هيبقى خلص. بعد كده زي ما قلت هننزل في السنتر، هناخد الورقتين المنهج كله في ورقتين اتنين بس، ومن خلالهم نخش نجيب احلى درجه، ومعنى صح نقفل ونبقى نطلع مبسوطين والدرجه تبقى جميله، ونجهز بقى ايه لثالثه ثانوي. نتقابل على خير المره اللي جايه، تشاو.